السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهارده يا جماعة هاكلمكم عن تفصيلة صغيرة جدًا، جدًا في محاسبة التكاليف، ولكن ليها تأثير كبير جدًا على مستوى الbusiness سواء كانت بالأرباح أو بالخساير، يعني سواء كانت بالإيجاب أو بالسلب. فيها جزء إنساني، فيها جانب إنساني، جانب معنوي، جانب أخلاقي، وفيها الجانب المادي أو الجانب المالي اللي إحنا هنتكلم فيه. طبعًا هننوه على الجانب الإنساني والجانب الأخلاقي، ولكن هنهتم بالجانب المالي اللي يهم الbusiness أو الورق بيتحط عليه الفلوس. فالفلوس على الورق هي الجانب المالي وهو ده الbusiness قائم علشانه، حتى لو كان في الجانب الإنساني داخله طبعًا، لإن إحنا بشر في النهاية بنشتغل في الbusiness. فسواء كنا موظفين، سواء كنا أصحاب business، نوعية الbusiness اللي أنا مُختص فيه أو اشتغلت يعني معظم شغلي معاه، هو نوعية الfood and beverage أو محاسبة التكاليف، سواء كانت مطاعم بقى، كافيهات، شركات تجهيزات الوجبات، الحاجات اللي زي كده في الfood and beverage يعني. طبعًا القصة بتاعة النهارده هي قصة كانت الراجل بطل القصة دي هو صاحب الbusiness، كان هيظلم مجموعة من الناس أو الفريق بتاعه ظُلم كان ما حدّش يقبله بصراحة. بس هو كان معذور، وكان برضه في نفس الوقت يعني إيه، كان عذره معاه وفي نفس الوقت برضه كان إيه، تسرّع في الحكم. عشان ما أطوّلش عليك، من حوالي أسبوعين جات لي مكالمة تليفون: "السلام عليكم أستاذ محمد، أهلًا وسهلًا، أنا فُلان الفُلاني، أنا راجل عندي مطعم، المطعم ده في المكان كذا، وكنت حابب إن أنا إيه، أتكلّم معاك شوية لإن أنا باتسرق." طبعًا أنا كمحاسب أو إحنا كمحاسبين أو مجتمع المحاسبين، إحنا عندنا كلمة سرقة دي مش سهلة. هي طبعًا مش أي حد يُتَّهم بالسرقة أو مش أي حد يتّهم حد بالسرقة، ولكن كحسابات كلمة سرقة أو كلمة اختلاس أو كلمة يعني بتبقى بالنسبة لنا كلمة نصب أهون من إن حد يقول لك أنا عندي سرقة، تعالَ اكتشف، أو تعالَ مثلًا حقق، أو تعالَ طلّع الدليل، إثبات للسرقة دي أو الاختلاس ده، لإن بتبقى عملية مرهقة جدًا، وبيبقى فيها جانب إنساني وجانب أخلاقي، وفي نفس الوقت الجانب المادي والجانب العملي. طبعًا فأنت لازم تبيّن السرقة دي وتمنع كمان حدوثها في المستقبل للbusiness ده، ده اللي بتحتّم أخلاقيات المحاسبة، أو بتحتّم عليك أخلاقيات المحاسبة، أخلاقيات المهنة. حتى التعاون مع المحاسبين وما بين بعضهم لازم في العهد اللي إحنا بنبقى عارفينه. طبعًا لو أنت محاسب أو تعرف حد محاسب، هو في زي كده ميثاق unspoken، يعني غير يعني مش بيتقال، بس هو إيه، المجتمع المحاسبين كده. فزي مجتمع الأطباء، زي مجتمع المهندسين، طبعًا كل الاحترام لكل المِهَن، ولكن كمحاسب إن أنا أسمع كلمة سرقة، فدي كانت بالنسبة لي كلمة، وكان من النادر إن أنا أسمع الكلمات دي من أصحاب الbusiness اللي كانوا بيتواصلوا معايا. المهم إن الراجل اتصل بيّا قال لي: "أنا عندي أنا باتسرق في المطعم بتاعي، تعالَ شوف لي حل من فضلك." وحددنا مع بعض ميعاد. فقُلت له: "أنا قبل ما آجي لك زيارة، أنا هاطلب منك شوية حاجات لازم تحضّرها لي." ودي الحاجات اللي إحنا كمحاسبين بنطلبها قبل ما بنعمل audit مثلًا، أو قبل ما بنساعد حد في الbusiness بتاعه، قبل ما بنعمل زيارة، عشان نبقى يعني لو كانت أول مرّة أقصد يعني، أول مرّة نروح له أو أول مرّة إحنا نشتغل مع بعض، بنطلب الحاجات دي عشان نقدر نبني التقييم بتاعنا أو الaudit بتاعنا هنشتغل منين، نقطة يعني نبتدي منها. فقُلت له: "طيب هات لي مبيعات 3 شهور للمطعم، هات لي مشتريات 3 شهور فاتوا طبعًا، هات لي جرد مخزون آخر 3 شهور، آخر فترة." طبعًا الفترات بتاعة الحسابات أو السنة المالية في ناس بتشتغل بصفة دورية كل شهر، كل 3 شهور، كل 6 شهور، أو كل سنة. فأنا بافضّل كل 3 شهور. 4 مرات في السنة نقدر نحكم الbusiness، أو أي business يعني من الصغير للمتوسط، حتى الbusiness الكبير برضه أوقات كتير بيقسّموها ل4 فترات خلال السنة، فدي بتبقى الأنسب والأسهل كمان بالنسبة لنا إحنا كمحاسبين. المهم، فقُلت له: "حضّر لي الحاجات دي كلّها، وحضّر لي كمان الmenu بتاع الأكل، ولكن مش الmenu بتاع الزبون، الmenu اللي أنا أقصده الmenu بتاع الkitchen، بتاع المطبخ نفسه، اللي بيبقى فيه المقادير واللي بيبقى فيه المكونات واللي بيبقى فيه الطبخة شكلها عامل إزاي." اللي بنقول عليها الrecipe. طبعًا اللي شغالين في الfood and beverage أو اللي عندهم
مطاعم او اللي شغالين في مطاعم وكافيهات عارفين الحاجات دي كلها. الريسيبي هي المقدار، المكونات، يعني تحط قد ايه من الملح، قد ايه من الزيت، قد ايه مش عارف من الصوص، الحاجات دي كلها الناس دي عارفاها. طيب قلت له حضر لي الحاجات دي كلها، وانا يومين ثلاثه ان شاء الله باذن الله ايه هتصل بيك عشان ايه اجي عندك اشرب فنجان قهوه. المهم رحت المكان، والراجل مشكور رحب بيا وضايفني، يعني بصراحه كان الراجل كريم جدا. شربنا مع بعض فنجان القهوه، وعرض عليا الاوراق اللي انا طلبتها منه. طبعا بصيت في الاوراق كمجاميع، طبعا كتوتال في الاول، مجموع دي كام، مجموع دي كام، مجموع دي كام، مجموع دي كام، خصمت من هنا، خصمت من هنا. يعني الحكايه كلها، هي الجلسه كلها او المقابله كلها ما قعدتش يعني ساعه على بعض، ما كملتش ساعه. ولكن انا خدت الورق ده وقلت هراجع في البيت بقى انا ايه شغلي كده واحده واحده، ونقول بسم الله. فكان معايا اوراق كتير، في منهم طبعا اجزاء كانت على الواتساب فاضطريت ان انا اطبعها من البيت، وفي اجزاء هو ايه كان مجهزها. قعدت في البيت بعديها بيوم، بعد ما خلصت شغلي كده قعدت اراجع الشغل، وقعدت اراجع الارقام يوم بيوم، اللي اشتروه قد ايه وحصل عليه البرودكشن او الانتاج عشان يتحول لمنتج قد ايه. لان طبعا الحاجات دي كلها الرو ماتيريال، يعني الماده الخام بيشتريها من المورد بتاعه او من التاجر بتاعه، وبعد كده بتخش المطبخ بيبقى فيها نسبه هدر. انا كنت عامل فيديو قبل كده على نسب الهدر ونسب الويستج والحاجات دي كلها، وان شاء الله هجهز لفيديو جاي. تابع القناه، وعشان كده لازم تعمل سبسكرايب وتعمل لايك للفيديو كمان عشان يظهر لك الفيديو الجديد ان شاء الله لما انزله باذن الله. انا قربت اخلصه. المهم فبتروح اللي بيحصل عليها الانتاج، بتخش المطبخ يعني بيحصل عليها البرودكشن او بيحصل عليها التجهيزات، بعد طبعا خصم بقى الويستج والهدر والحاجات اللي بتبقى مش صالحه للاكل. يعني مثلا ايه نقطه معينه مثلا في الطماطم حاجه، يعني الناس اللي عندها ايه مطاعم فاهمين الكلام ده كله. وبتتحول بعد كده للطبق او الساندوتش اللي الناس بتشتريه وبسعر بيع. فبالتالي المبيعات كمان قارنتها بالتوريد، وقارنتها كمان بجرد المخزون المتبقي بعد المبيعات خلال الفتره. فضلت اتابع الشغل الطبيعي جدا بتاع اي محاسب. طبعا السلسله اللي انا قلتها دي ممكن ما تهمكش انت كمشاهد عادي، ولكن لو كان في اخونا محاسب او اختنا محاسبه لازم تعرف، ولازم تعرفي ان لما بتيجي تدخلي على مكان جديد لازم تجهزي فتره قبل كده عشان تقدري تبني الحكم بتاعك، او تعرفي او تعرف هتشتغلوا منين. في نقطه لازم المحاسب يبتدي من عندها. ما ينفعش كده ايه، لان الحسابات دي بحر كبير جدا، خصوصا لو كانت شركه او مكان بادئ من سنين. فلازم نقطه تبتدي من عندها، اللي احنا بنسميها نقطه الاساس. نقطه الاساس هي اللي انا هبتدي من هنا. انا الغي بقى كل اللي فات ده كله، انا هبتدي من هنا. طبعا مش الغيه معنى كده ان انت ترميه، ولكن احنا هنبتدي شغلنا من النقطه دي. فانا كانت النقطه بتاعتي من 3 شهور. رجعت الشغل كله واكتشفت الكارثه، وهي اللي بسببها الراجل ده اتهم الموظفين بتوعه الاتهام. للاسف الاتهام كان اتهام مش حقيقي، ومش يعني كان متسرع. مش عايز اقول اكتر من كده، ان هو اتهمهم بالسرقه، او اتهم شخصيات معينه في باله هو او في عقله هو بالسرقه. لان هو كان فاكر ان كان في مسحوبات من الكاشير، كان في مسحوبات من الاكل مثلا بطريقه معينه، المواد الخام بتتسحب مثلا ولا حاجه. هو ما كانش عارف، عشان كده كلمني قال لي انا بتسرق. لان هو استنتج ان الارباح مش زي المعتاد، مع ان المبيعات ثابته. المبيعات عنده يعني يعتبر شبه ثابته او قريبه من بعض، فبالتالي الربح بيبقى شبه ثابت برضه، لان مفيش حاجه غليت في السوق مثلا في الرو ماتيريال او المواد الخام، ولا في حاجه مثلا غليت في الاسعار بتاعته او قل الاسعار. يعني ما حصلش فيه اي لا زياده ولا نقصان في الموارد اللي هو بيشتغل فيها، او في المواد اللي بيشتغل فيها، سواء في اسعارها للتوريد او اسعار البيع. فكان هو ظن السوق اللي هو ايه، يعني كان فاكر ان الكاشير بيسحب من الفلوس، او كان فاكر هو ما قاليش صراحه، بس يعني هي دي الاحتمالات. هو كلمه سرقه دي هو بيخش اي حد مش فاهم التفصيله اللي انا هقول لك عليها، فبيخش بالقصه دي كلها. فنرجع تاني لموضوع الفيديو عشان ما اطولش عليك. فلقيت الكارثه هي السبب. هي كارثه قد كده، بس عملت يعني، شوف هي يعني انا اسف، هي السبب قد كده وعمل كارثه كبيره جدا. طيب ايه السبب اللي قد كده ده اللي سبب الكارثه دي كلها او سبب الاتهام ده كله؟ ان المبيعات بتاعته او الاصناف اللي بيبيعها هو مش موجود فيها وجبات العمال، الستاف ميل. طبعا
أي صاحب business عنده مطعم أو كافيه أو موظفين شغالين هناك عارفين يعني إيه staff meal، عارفين يعني إيه وجبات عمال، عارفين الحاجات دي كلها، لإن مش منطقي طبعًا ومش إنساني ومش أخلاقي ومش يعني مش متعودين كعاداتنا إحنا كعرب وكمسلمين إن إحنا نمنع الأكل عن أي حد خصوصًا اللي بيشتغل فيه. إحنا مش متعودين على كده، فهو الراجل ما كانش حاطط الكلام ده كله على الsystem. فبالتالي هو لمّا بيشتري مادة خام، بيشتري بقى لحمة والّا فراخ والّا سمك والّا خضار والّا زيوت والّا أي حاجة بيستخدمها في الأكل بتاعه اللي هو بيبيعه، بالتالي الموظفين بتاكل من الأكل ده. طيب هو أقل مطعم أساسًا عشان يشتغل، المطعم ده مثلًا لو كان شغال في أنواع كتير من الأكل، مش أقل مثلًا من 10، 15 فرد، غير بقى الdelivery، غير الكاشير، غير الsupervisor أو مثلًا مشرف العمال، ده الكلام ده كله بس عشان يفتح ورديتين في اليوم. فتشغيل المطاعم تشغيل مش سهل، والعمالة اللي فيه عمالة كتير أو موظفين كتير. المهم عشان خاطر الراجل كان طبعًا هو كان راجل كريم جدًا وراجل إنسان محترم وعنده الجانب الأخلاقي والجانب المعنوي يعني كان موجود الحمد لله رب العالمين، ولكن هو مهتم جدًا بالbusiness بتاعه، وما بيسمحش إن أي حد يقرّب من أي جنيه للbusiness بتاعه بدون وجه حق. فبيدّي للناس حقوقها وفي نفس الوقت بيبقى عايز ياخد حقه، وده العدل. فالحمد لله رب العالمين إن ربنا دلّني على الحتّة الصغيّرة دي إن الstaff meal مش موجودة على المبيعات، فبدأت أدوّر من هنا. فهي دي اللي بتفتح لك الباب، الحمد لله بيبقى فتح من عند ربنا إن أنت تخش تشوف عشان تمنع الظلم عن الناس دي أو عن حد معيّن يتظلم باتهام زي ده. فرُحت جاي متصل بيه قُلت له: "لو سمحت أنا عايز الrecipe الخاصة بالstaff meal." قال لي: "يا أستاذ محمد أنا ما عنديش staff meal بريسيبي معيّنة أو مقادير معيّنة، إحنا اللي بيعوز ياكل بيخش ياكل، هو بتبقى ليه وجبة في اليوم كل الموظفين سواء اللي شغالين الصبح أو اللي شغالين بالليل، كل اللي يعوز ياكل في ميعاد معيّن بيخش ياكل." قُلت له: "طيب أنت راجل دلوقتي أنت بتشتغل في يعني معظم جميع أنواع الأكل، ساندوتشات، بيشتغل أطباق، بيشتغل عنده صالة داخلية جوّه المطعم وبيبيع delivery وبيبيع بيتزا ومعجنات ومكرونات ووجبات وساندوتشات، عنده أنواع كتيرة جدًا." فقُلت له: "طيب هو اللي يخش ياكل واحد مثلًا اشتهى مثلًا ساندوتش برجر والّا حاجة، فهيخش ياكل ساندوتش برجر عادي والتاني ممكن ياكل ساندوتش شاورما واللي عايز بيتزا قال لي: "يعني بنحاول نسيطر على الموضوع شوية ولكن الموضوع مفتوح." قُلت له: "أنا جاي لك، خلاص هي دي النقطة، هي السبب في كل الكوارث اللي عندك." رُحت جاي عامل زيارة للراجل ده، كلمته يعني وعملت له زيارة وقُلت له كمان أنا عايز أجلس أو عايز أقعد مع الchef بتاع المطعم. المهم كان الراجل الchef راجل محترم، قعدنا مع بعض إحنا ال3 قُلت لهم: "يا جماعة دلوقتي إحنا عايزين نعرف الstaff meal دي، أنتم هتضبطوها إزاي؟ لإن هي دي سبب الخساير." المهم الchef اقترح إن هي تكون 3 أنواع من الوجبات، سمك وفراخ ولحمة. دول ال3 وجبات هيتوزّعوا على مدار الأسبوع بترتيب معيّن أو على حسب يعني هيعملوا زي كده إيه، تصويت أو انتخابات عشان يختاروا الوجبات الأكتر والوجبات الأقل. المهم إن أنا طلبت منّهم إن هم يعملوا تنظيم للوجبات دي كلّها. فالchef مشكورًا راح جاي حاطط مكونات للحمة وجبة اللحمة أقصد، وجبة الفراخ، وجبة السمك وهكذا، وعمل لهم وجبة تانية وجبة بدون أي لحوم، عمل لهم وجبة كده إيه خضار يعني حاجة كده إيه تقلل شوية من البروتين الزيادة اللي العمال بتاخده. ضبّط الحكاية كلّها على 4 وجبات خلال الأسبوع، وكمان بعت لي الmenu، بعت لي الrecipe بتاعة الوجبات دي كلّها، وبعت لي المقادير بتاعتها عشان يبتدي يخصّم من التكاليف اللي عنده أو يعني يخصّم من الأرباح الحكاية دي كلّها. وطلبت منّه إن هو يفتح الsystem بتاعه، يحُط الوجبة أو كل وجبة من الوجبات بتاعة العمال، وكمان إن أي حد داخل المطعم موظف أو عامل أو أي حد له إن هو له وجبة، ياخد من على السيستم يطلبها من على الكاشير، ولازم يتضاف اسمه عشان نعرف كام واحد أخد كام وجبة. العملية عملية تنظيمية عشان كده بس زي ما قُلت لك في أول الفيديو هي العملية فيها جانب أخلاقي شوية وجانب إنساني شوية، ولكن التنظيم هو اللي يعني إيه، ضبّط العملية كلّها، لإن ما ينفعش تمنع
الجانب ده الأخلاقي والإنساني زي ما إحنا متعودين. الحمد لله رب العالمين، البركة فينا كلنا وفي شعبنا وفي منطقتنا وفي العرب كلهم، الحمد لله رب العالمين. لأن أنا شفت واتعاملت مع شركات تانية أجنبية، وللاسف في يعني بعض مالتي ناشونال كده والحاجات اللي زي كده ما بيهتموش بالحاجات دي كلها. بزنس از بزنس، فلوس از فلوس. الحاجات دي كلها ما عندهاش اي اعتبار ليها الشركات اللي زي كده. فاحنا الحمد لله رب العالمين، ربنا يبارك في شغلنا وفي رزقنا. بعد ما ظبط الحكايه على السيستم قلت له طيب دلوقتي لما جه هو سالني، لان هو سالني قال لي انا هحطها بسعر كام؟ قلت له لا، انت هتحطها بالبريك ايفن. يعني ايه البريك ايفن؟ بتاع نقطه التعادل، يعني التكاليف بتاعه المكونات بتاعه كل وجبه وليكن مثلا 50 جنيه. ال 50 جنيه دي لازم تبيعها انت ب 50 جنيه عشان تبقى حتى ارباحك صفر، عشان ما تعملش ارباح وهميه. وما ينفعش تقل عن ال 50 عشان خاطر ما تعملش مبيعات بالسلب، تعمل مبيعات بالسالب فتعمل لنا كارثه ثانيه، تسمع كارثه ثانيه في الحسابات. فالراجل سمع الكلام، وقلت له كمان لما تيجي تصرف الوجبه بتاعتك او الكاشير يجي يصرف الوجبه بتاعتك لاي حد يعمل خصم 100%. ليه يعمل خصم 100%؟ عشان يبقى المبيعات بتاعتها زيرو، عشان تتسجل كمبيعات ان هي اتسحبت من المخزون، وكمان تتسجل بمبيعات زيرو لان دي طلع للعمال، وتتكتب الاسم العامل في النوتس بتاعت الفاتوره عشان تتربط مع كل عامل يقدر ينظم الحكايه دي كلها. لان كمان في مش هنقدر نقول يعني اخلاقيات وعدم اخلاق الموظفين، ولكن في موظف مثلا انا جوعت مرتين فرحت اكلت مرتين، انت راجل سمحت لي بوجبه فانا جوعت مرتين، مره افطار ومره غدا. فهو كان صارف مره واحده بس، وجبه واحده بس خلال الثمان ساعات عمل للشغل. فنظم العمليه دي كلها. جات لي مكالمه منه ان الحمد لله الدنيا رجعت زي الاول من قبل الثلاث اربع شهور. لان الحكايه دي استمرت معاه 3 4 شهور، هو ما كانش عارف ينظمها ازاي، خصوصا ان يعني المطعم كان في اداره تانية خالص، وايه ونظم هو العمليه من جديد مع نفسه. فالحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا ان نظمنا العمليه دي. وكمان انا قلت لازم اعمل فيديو عشان خاطر الناس اللي بتظلم الناس اللي معاها، وكمان عشان ننوه على الجانب الاخلاقي والجانب الانساني، ان انت لو عندك بيزنس في اكل وشرب وبتشتغل في الحاجات دي كلها، فانت لازم تصرف وجبات للعمال. الجانب الثاني انت لازم تحط الوجبات دي على المبيعات بتاعتك، وتعمل المبيعات بتاعتها ببريك ايفن، بنقطه تعادل مع التكاليف بتاعتها، عشان خاطر ما تعملش عندك ارباح وهميه. وفي نفس الوقت لازم تتسجل كمبيعات عشان كمان تتخصم من المخزون بتاعك والتكاليف بتاعتك. بدل ما يعني هتعمل زي مثلا اخينا ده، ان هو انت هتروح جاي مدي اتهام كده بتسرع، يعني تتسرع وتدي اتهام زي اتهام السرقه، خصوصا ان الناس بتتعامل بحسن نيه. ممكن يكون العامل غلط او الموظف عمل غلط، ولكن انت مش منظم العمليه. انا ايه اللي يخليني اعرف ان انت حاطط وجبه واحده؟ ما قلتليش انا اطلبها بيتزا بقى، ولا اطلبها برجر، ولا اطلبها فطير، ولا اطلبها مكرونه، ولا انا ما اعرفش. واحد عايز سندوتش، واحد شبعان، واحد ما اكلش، واحد اكل مرتين. انت اللي مش منظم العمليه. فانا لومت على الراجل برضه وقلت له انت لازم تنظم، لان هو المشكله في النظام. المشكله ساعات اي انسان ايا كانت اخلاقه ايه، طالما في نظام، في رقابه عليه، فهو هيتبع النظام ده، لان النظام ده هو اللي بيراقب وينظم العمليه. وطالما في عامل بشري ففي خطأ، وطالما في عامل بشري فالناس اخلاقها مش واحده، وطالما في عامل بشري لازم يتحط سيستم يدير العمليه دي كلها. ففي نهايه الفيديو دي كانت نقطه صغيره جدا جدا في بحر محاسبه التكاليف، ولكن كانت نقطه مؤثره، تأثيرها قوي جدا. لأن أنت لو جيت حسبتها إن تكلفة الوجبة الواحدة مثلا 50 جنيه، الراجل ده عنده 15 عامل، طيب 50 في 15، فأنت كده عندك رقم يوميا أنت بتخسره. فكان لازم العملية لازم لها نظام محكم، والحمد لله سدينا الثغرة بتاعة النظام دي. وخلي بالك مفيش نظام 100%. النظام ايا كان هو معمول منين، من شركه ايه، مفيش نظام محكم 100%. كل نظام فيه ثغره محاسبيه، ودي انا هعمل فيديو ان شاء الله هشرح فيها ازاي الانظمه الحسابيه بيبقى فيها ثغرات محاسبيه.
لان للاسف انا يعني الجزئيه دي هتكلم عليها ان شاء الله في فيديو جاي، ولكن هي جمله واحده بس عشان الفيديو ما يطولش. اللي بيعمل السيستم راجل اي تي، راجل مهندس كمبيوتر ما يفهمش حاجه في المحاسبه، واللي بيشتغل على السيستم راجل محاسب ما يفهمش حاجه في الكمبيوتر ساينس او علوم الحاسب الآلي. فلازم الاثنين يقعدوا مع بعض. ما ينفعش بدل ما المحاسب يطلع ثغرات في السيستم، وبدل ما الراجل الاي تي يعمل سيستم معقد ما فيش اي حد يقدر يشتغل عليه. فطالما وصلت لنهايه الفيديو انا بشكرك. لو كنت عندك بيزنس خلي بالك من الثغرات اللي زي كده في محاسبه التكاليف. ولو كنت محاسب برضو انا كنت بفكرك باللي احنا اخدناه زمان في الكليه، واللي احنا كمان شفناه في الحياه العمليه. الحاجات الصغيره هي اللي بتعمل التأثير الكبير. ولو كنت موظف لازم تعرف إن العملية الحسابية ماشية إزاي عشان كمان تتجنب الخطأ الغير مقصود. أنا بشكركم وأشوفكم إن شاء الله على خير الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.